السلام عليكم، اهلا يوتيوب. فيديو جديد، يمكن تالت توبيك نتكلم عنه في الديزاين باترنز بعد ما اتكلمنا عن الاوبزرفر واتكلمنا عن السنجلتون. انا بس لما بتكلم عن الديزاين باترن مش بتكلم عليه بطريقه وخلاص، اللي هو خد يا ابني تعالى الاوبزرفر ده كذا 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 والسنجلتون ده كذا كذا كذا. انا فعلا بجيب لك مثال حقيقي في يونيتي انجن، يعني عشان وانت شغال على يونيتي تبقى انت عارف تشتغل ازاي يعني، او تنظم الكود بتاعك ازاي. فدي احسن طريقه انك تتعلم بيها، وانك تطبق فعلا على امثله حقيقيه. اي نعم الامثله دي بتاخد وقت، يمكن في الشرح مثلا السنجلتون ده ممكن اشرحه في 3 دقايق لاي حد، دقيقتين كمان ودقيقه. بس الفكره ان عشان انا احط لك مثال وتفهم المشكله فين وحلها بيكون ازاي، تفهم الوضع قبل وبعد الباترن، ساعتها تعرف ازاي تستخدمه بعد كده. الفيديو بتاع النهارده ممكن يكون طويل شويه، بس هو فعلا هيفيدك جدا، هيخليك تكتب كود بشكل احترافي. ده اكتر ديزاين باترن مستعمل في الجيم ديفلوبمنت عامه، اللي بنستخدمه في الاي اي. بس دلوقتي طبعا ظهرت حاجات احدث شويه اسمها البيهيفير تريز مثلا، ممكن نبقى نتكلم عليها بعدين. لكن خلينا دلوقتي في الاف اس ام او الفاينite ستيت ماشين. قبل ما نتكلم على الباترن خلينا نحكي على المشكله الاول. ايه هي المشكله؟ دلوقتي انا عندي تفاحه، التفاحه دي هي اعتبر انها مش زهره، يعني اعتبر انها صفر صفر صفر. تمام. التفاحه دي اول حاجه بتحصل ان التفاحه ما تبقاش موجوده، بعد كده تظهر. طيب ماشي، فبعد ما تظهر هتبقى واحد واحد واحد، السكيل بتاعها هيبقى واحد واحد واحد. حلو جدا. بعد كده التفاحة دي هتبدأ تاخد جاذبية، يعني التفاحة دي لما تاخد جاذبية التفاحة هتبدأ تقع. ولما تقع على الأرض بيحصل إيه؟ لما أدوس عليها بالماوس تبدأ التفاحة دي تتاكل. تعالى نعمل نفس القصة دي في يونيتي. طيب، أول حاجة هقول إن التفاحة بتاعتي هجيب السكيل، وأقول إن transform دوت local scale بتاعي، السكيل ده يعني اجمع عليه تايم دوت دلتا تايم في مثلا في التايم الجيم داتا تايم دوت تايم سبيد، تايم سبيد او دوت انستنس تايم سبيد. حلو. ده بالنسبة للفيديو بتاع السنجلتون. تمام، بس احنا هنخليه مثلا 0.5 عشان ما ندخلش الفيديوز في بعضها. ماشي. وهنقول سكيل دوت واي والسكيل دوت زد نفس الكلام. ونرجع نقول هنا السكيل بتاعنا هيساوي، او سوري، اللوكال سكيل، ترانسفورم دوت لوكال سكيل هيساوي السكيل. الكود ده بيعمل ايه؟ بيخلي التفاحة تكبر، شرحناه في الفيديو اللي فات. فخلينا نجرب كده الكلام ده. لو جينا نكبر الجيم هنخلي التفاحة الأول بصفر صفر صفر، ونكبر الجيم بتاعتنا. يلا، التفاحة هتبدأ تكبر لحد ما توصل لواحد. حلو، كبرت التفاحة. لا، مش راضية تقف. ليه مش راضية تقف؟ لأن التفاحة دي السكيل عمال يزيد طول ما انت ماشي، فهتقول اف لو السكيل بتاعك أقل من أو يساوي واحد. لا، أقل من واحد، عشان لو يساوي واحد ما يزيدش عن واحد. ماشي. هناخد الكود ده كده. ممتاز جدا. يبقى السكيل دوت اكس مثلا، نفس الكود اللي كتبناه في الفيديو اللي فات. يبقى التفاحة عندي هتزيد لحد ما توصل واحد. وصلت واحد، عايزة لما توصل واحد ايه اللي يحصل؟ عايزها تقع، الجاذبية تشتغل والتفاحة دي تقع. طيب، أولا ممكن أبطئ الوقت شوية، أخليه 0.1 مثلا، بحيث إنها تاخد وقت أطول شوية أما تكبر يعني. طيب، عايزين نقول إيه؟ عايزين نقول لو التفاحة وصلت السكيل بتاعها واحد تبدأ تقع، فنقول اف لو السكيل دوت اكس مثلا بتاع التفاحة دي أكبر من أو يساوي واحد، يعني هو من الآخر وصل واحد، يعني هيحصل إيه؟ هيحصل إن التفاحة تقع. يبقى نقدر نقول إن الكود ده التفاحة بتجرو، تكبر. وهنا اهو الكود ده التفاحة بتقع، فول. حلو. اه، التفاحة هتقع ازاي؟ هنجيب الريجid بودي كومبوننت، ريجid بودي، وبعد ما نجيبه نقول ايه دوت اسمها جرافيتي، يوز جرافيتي بترو، استخدم الجاذبية. حلو جدا. فالتفاحة هتكبر تكبر تكبر
ببطء شديد لان انا قللت الوقت ل 0.1. لما تكبر وتوصل لواحد هتبدأ تقع. حلو جدا. يبقى التفاحة كبرت ونضجت وبقت وقعت. بس انا مش عايزة تقع على طول اول ما تنضج كده، عايزة مثلا تستنى 10 ثواني على ما تقع او 5 ثواني. فهنقول ايه بقى؟ فهنقول هنا اهو boolean has to wait، لازم يستنى مثلا is equal to false او بtrue. false مش عارف، خلينا نشوف، هفكر ونشوف false ولا true. لو التفاحة بقت بتساوي واحد او اكبر هنعمل ايه؟ هنقول الاول if has to wait، لو لازم يستنى يبقى يستنى، يبقى wait. يبقى هي الاول بترو مش بفولس، بترو، لانه كده كده هيكون لازم يستنى. تمام. else لو مش لازم يستنى وقع التفاح. حلو. طيب طبعا بعد ما يستنى الوقت، هنستنى الوقت ازاي؟ هنعمل هنا تايمر float wait time، تايمر بيساوي زيرو. ونقول هنا اهو ان الويت تايمر بتاعنا ده ويت تايمر، اجمع عليه دلتا تايم ودلتا تايم، وقول او سوري تايم دوت دلتا تايم. وقول يا باشا اف لو الويت تايمر بتاعك ده اكبر من 5 ثواني، استنى 5 ثواني يعني. وبعد كده قول ان has to wait is equal to false. وقول يا باشا ان الويت تايمر بتاعنا ده بزيرو. حلو جدا. يبقى اللي هيحصل ان التفاحة هتنضج، بعد ما تنضج ب5 ثواني هتبدأ تقع. تعال نشغل كده. ادي التفاحة بتكبر 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 بتكبر، لسه بتكبر على فكرة، ما وقفتش. اوبا وقفت كده. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، وقعت. حلو جدا. كلام جميل. بعد ما تقع عايزين لما ندوس بالماوس عليها تتاكل، بس بشرط تكون وقعت على الارض. فهنقول ايه؟ هنقول انها بعد ما تقع على الارض نعمل هنا هو بوليان ونسميه از فولد مثلا. مش مهم الاسامي، يعني انا في الاسامي موضوع غريب قوي. بيساوي فولز. تمام. ونقول ان اهو لو از فولد بترو، لو هو فعلا وقعت التفاحة، اعمل ايه؟ لو انا ضغطت بالماوس، انا جايب كود راي كاست اهو، هاخده كوبي بيست. لو انا ضغطت بالماوس على التفاحة، طيب ده الكود ده بيعمل ايه؟ بيقول لك لو انت ضغطت بالماوس زيرو ده اللي هو كليك شمال، اعمل راي كاست من التفاحة، من الماوس للتفاحة. التفاحة واخدة واخدة ايه ده؟ واخدة تاج اسمه ابل. خلينا نعمل تاج ونسميه ابل. ابل. ماشي. سيف. وهات التفاحة دي كده وقول ان دي اسمها ابل. وقول والله لو كان الهيت بتاعك ده دوت جيم اوبجكت كولايدر دوت كومبير تاج مثلا، ينفع نكمبير تاج؟ نقول ابل. لو فعلا دوسنا على التفاحة اف لو كده، اللي هيحصل ايه بقى؟ اللي هيحصل ان احنا كده دوسنا على التفاحة، فهنخلي التفاحة بترد. ازاي؟ هنخلي الفريش ابل set active false، set active false. ونخلي الروتن ابل set active بترو. يلا يا باشا. طب امتى بقى هيبقى فول؟ امتى؟ ازاي نعرف ان التفاحة دي وقعت؟ لو هي وقعت، يعني لو شغلنا الجرافيتي، يبقى بعد ما نشغل الجرافيتي هتبدأ انها تقع، فنقول is fold بترو. تمام. حلو كده. علشان لو ضغطنا عليها، بص يعني مثلا ما تخلي is fold هنا، شيل is fold دي خالص كده، او خلي is fold هنا بترو. حلو. لو انت ضغطت على التفاحة حتى وهي بتكبر كده هتتحول لروتن ابل. تعال نشوف كده. هي لسه التفاحة بتكبر اهو. هي التفاحة بتكبر 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 اهي. لو انا ضغطت بالماوس عليها ده اتحولت لروتن ابل اهي. انا مش عايز كده، انا عايز لما اضغط عليها هتتحول بس بعد ما تقع على الارض.
فبعد ما تقع على الارض هقول ايه؟ هقول ان بعد ما تقع على الارض او نشغل الجاذبيه خلي از فولد بترو. فلازم دي تبقى بترو، ماشي، انما في الاساس هي بفولس عشان لما اضغط عليها ما ايه، ما تتحولش الريتن اب. تعالى يا باشا، لو انا جيت ضغطت بالماوس مش هتتحول، ومن هنا للسنه الجايه عمرها ما هتتحول غير لما تقع على الارض الاول. طيب، تفاحه كبرت كبرت كبرت، عمال اضغط ما فيش اي حاجه بتحصل. استنينا ثانيه اتنين تلاته اربعه خمسه، هتبدا تقع على طول. بعد ما تقع لو ضغطت عليها هتتحول لروتن ابل. حلو جدا، كلام جميل. بس في مشكله، هي هنا بمجرد ما الجاذبيه تشتغل هتتحول ايه، هيشغل الكود بتاع الري كاست. انا مش عايز كده، انا عايز استنى 10 ثواني بعد ما تقع على الارض قبل ما اعرف اضغط عليها. طيب هستنى 10 ثواني ازاي؟ هرجع اخد الوقت بتاع الويت تايمر ده تاني. تمام. طبعا الجرافيتي دي هاجي هنا اقول ويت، لازم يستنى. وهنقول والله الويت تايمر هنبدأ نجمع عليه تايم الدلتا تايم. لو اكبر من 10 خلي الويت تايمر بيساوي زيرو، وخلي از فولد بترو. تمام، يبقى has to wait. وطبعا خلي has to wait بيساوي false. فبالطريقة دي خلينا نفكر شوية. دلوقتي احنا هنشغل الجاذبية كل مرة مفيش هاش has to wait. بعد كده هنيجي هنا ونقول has to wait. اوكي، يبقى has to wait دي مش هتنفعنا خالص. has to wait يبقى احنا محتاجين نعمل variable تاني، نقول has to wait after gravity مثلا، او after fall بعد ما تقع. has to wait after fall. ماشي. ونقول اهو التايمر يبدأ يزيد لو if has to wait after fall بترو. صح، يبقى خلي دي بترو. لو هي بترو الأول ابدأ شغل التايمر بتاعك. حلو جدا. بعد كده التايمر هيبدأ يزيد ولحد ما يوصل 10 ثواني. بعد ال10 ثواني ما يخلصوا خلي الويت تايمر بزيرو، و has to wait بفولس عشان يسكيب كل الهبل ده. لا فكك من has to wait، لا بترو ولا بفولس، فكك. خلي wait تايمر بزيرو، وخلي is fold بترو. ماشي. وخلي has to wait after fall بفولس. بس كده. تعالى يا باشا نشغل يلا. يبقى عندنا 4 أو 5 مراحل. أول مرحلة التفاحة بتكبر. ماشي، بتكبر 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 بتكبر. تاني مرحلة التفاحة بتستنى 5 ثواني بعد ما تكبر عشان تقع على الأرض. كده مرحلتين اهو. تالت مرحلة بتقع على الأرض، الجاذبية بتشتغل. رابع مرحلة، شوف أنا عمال أضغط وهي على الأرض مفيش بتتحول. ليه مش بتتحول؟ عشان مستني 10 ثواني. رابع مرحلة بيستنى 10 ثواني بعد ما وقعت على الأرض عشان أقدر أدوس عليها وأحولها لروتن أبل. كده 4 مراحل. حلو جدا وشغال والدنيا تمام. هل الكود شغال؟ شغال. هل غلط؟ مش غلط. بص بقى يا باشا على منظر العك اللي انت شايفه ده. ايه الخرا ده؟ وات ايه القرف ده؟ يعني جرو، وبعد كده لو السكيل كذا، بعد كده هاز تو ويت، بعد كده لو إلس، وبعد كده هاز تو ويت تاني، والويت جوه الويت، وبعد كده از فولد وشغل. ايه العك كده؟ دي طريقة زبالة قوي في كتابة الكود. تمام. بالذات بقى ان احنا عندنا 4 ستيتس، 4 مراحل. التفاحة بتكبر، التفاحة بتستنى 5 ثواني عما تنضج، التفاحة بتبدأ تقع، التفاحة بتستنى 10 ثواني على ما تقع، واخر حاجة التفاحة بتعمل ايه لما بتضغط عليها تتحول لروتن ابل. يبقى دي مشكلة. دول 5 حالات. انا اعرف العاب تريبل اي بيبقى فيها شوية ستيتس، مثلا تلاقي الشخصية ليها مثلا 2000 ستيت مثلا. فهل انت هتكتب 2000 ستيت بالطريقة دي؟ ده مستحيل. طيب، عايزين نحل المشكلة دي. نحل المشكلة دي ازاي؟ هنناقش النهاردة حاجة اسمها state design pattern او state machine design pattern، او زي ما انت تعرفها باختصار الاف اس ام. الاف اس ام فكرتها عبيطة قوي قوي يعني. يعني ممكن تخطر على بالك من غير اصلا ما تشوف الفيديو يعني. بص،
هي خطرت على بالي عامه زمان يعني، وانا كنت بتعلم جت على بالي الفكره دي من قبل اصلا ما اعرف انها موجوده. طيب اي لعبه عندنا بيبقى فيها حاجه اسمها ابديت فانكشن. الابديت فانكشن دي فانكشن وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها تكتب جواها الكود ايه اللي هيحصل كل فريم. دي الابديت. ماشي. طيب في مشكله هنا. التفاحه بتاعتنا دي هي جيم اوبجكت، بيحصل له حاجات كتيره، بيحصل له حاجات كتيره فعلا. مره بيكبر، مره بيقع، مره بيستنى 5 ثواني، مره بيستنى 10 ثواني، مره بيستنى الماوس تضغط عليه كده. ده لوجيك وده لوجيك وده لوجيك وده لوجيك وده لوجيك. قال لك سهله، ايه رايك يا اسطى نعمل 5 ابديتس مختلفين؟ يعني الفانكشن ابديت اللي هي فيها كل الكود المعكوك ده، تعالى نعمله 5 مرات، بس كل مرة ناخد حتة صغيرة خاصة بينا. وده بقى اللي انا اتكلمت عليه في اول فيديو اللي اسمه الكوهيجن. قلنا الكوهيجن ان الكلاس بتعمل حاجة واحدة. فايه رأيك نقسم الابديت دي لكذا ابديت؟ يعني مثلا نعمل ابديت هنا، ونعمل ابديت هنا، ونعمل ابديت هنا. طب دي ابديت بتخلي التفاحة تكبر، ودي ابديت بتخلي التفاحة تقع، ودي ابديت بتخلي التفاحة تستنى 5 ثواني، ودي ابديت كذا. ونبدأ نبدل ما بينهم، يعني بعد 5 ثواني تبدل من دي لدي، وتبدل من دي لدي، وتبدل من دي لدي، من أي واحدة لأي واحدة. إيه رأيك؟ يلا نعمل ده، يلا. الأبديتة الواحدة من دول اسمها ستيت. ماشي؟ طيب فهنيجي نعمل هنا إيه؟ هنيجي هنا ونقول نعمل سكريبت ونسميه ستيت. اوبا اوبا اوبا، هنيجي هنا نعمل مونو بيهيفير سكريبت ونسميه ابل ستيت. حلو كده؟ ماشي. الابل ستيت دي هيكون جواها ستارت وابديت، بس مش هتكون مونو بيهيفير، دي بيز كلاس. ماشي. طيب جواها ستارت وجواها ابديت. ماشي. بفكر اخليها انترفيس، فاخليها انترفيس ابل ستيت، ودي ستارت ودي ابديت. طبعا الانترفيس مش لازم تimplement الكلام ده، ممكن تخلي ستارت وابديت من غير implementation. حلو جدا. دي انترفيس صغير. هل في حاجه تزعل كده؟ لا. طيب تعالى نيجي هنا ونقول مثلا جرو ستيت. التفاحه وهي بتكبر دي اسمها جرو ستيت، دي اول ابديته. الابديته دي هنبدا نفصل فيها الكود بقى. يعني جرو ستيت اسم ده الكوهيجن بالحرف. الكوهيجن معناه ايه؟ ان كلاس الكلب ما ينفعش تعمل مياو. احنا قلنا كده في الفيديو الاولاني خالص. فنفس القصه، الكلاس بتاعت الجرو جواها الكود بتاع الجرو بس. فهمت الحدوته؟ فهنيجي هنا نعمل سكريبت ونسميه جرو ستيت او ابل جرو ستيت. ممتاز. يبقى دي الستيت اللي فيها الابل بتكبر. نايس. الابل جرو ستيت هتنهرت من الانترفيس اللي اسمها ابل ستيت. طبعا بما ان دي انترفيس يا وحش، فكانت امبلمنت انترفيس. ماشي. طبعا دي مش هسميها ستارت، هسميها انتر، وهسميها اون ابديت. هقول مثلا اون انتر ستيت واون ابديت ستيت. حلو كده؟ ماشي. فهنيجي هنا ونقول الابل ستيت بتاعتنا دي هنقول ايه جواها بقى؟ هنقول الابل جرو ستيت بتنهرت من الابل ستيت. طبعا انا بحب اخلي الابل ستيت اي عشان نقول ان دي انترفيس، نكتب بشكل بروفيشنال شويه، فنقول اي ابل ستيت. ونيجي هنا نعرف الفانكشنز اللي اسمها اون انتر ستيت واون ابديت ستيت بس. هل في اي مشكله كده؟ في مشكله. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك قبل جرو ستيت doesn't implement interface member on enter state، وكانت implement interface member because it's not public. صح. يبقى احنا محتاجين نخلي ده public، ومحتاجين نخلي ده public. صح. عشان تشوفهم يعني. طيب كده الايرور هتلاقيه اختفى. طيب طبعا ده برضو يبقى public، وده برضو يبقى public. يلا يا عم اختفي بقى. ايه؟ طيب حلو جدا. جوه الستيت بتاعت الجرو، يعني دي الستيت اللي بتخلي التفاحه تكبر بس، هنعمل ايه؟ هنعمل الكود اللي بيخلي التفاحه تكبر.
اللي هو هنيجي هنا ونقول ده كده الجرو. تمام. اهو، عسل كده. ده كده الكود اللي هو جرو. حلو جدا. عايزين الترانسفورم، يبقى احنا لازم نباصي للترانسفورم، صح؟ نعملها ازاي دي بقى؟ نعملها ازاي؟ عايزين نباصي للترانسفورم، فهنيجي هنا نقول ترانسفورم، ونباصي للترانسفورم بتاع التفاح، او نباصي الجيم اوبجكت بتاع التفاحة نفسه، الجيم اوبجكت. والجيم اوبجكت ده يبقى جواه الابل، التفاحة نفسها. ونيجي هنا نقول ابل دوت ترانسفورم دوت لوكال سكيل. بعد كده نيجي هنا نقول ابل دوت ترانسفورم دوت لوكال سكيل. ماشي. انا الفيديو ده أنا مش محضر له، انا بفكر معاك. طب ليه مش محضر له؟ علشان انا حابب ان هو يكون كده، علشان انت تعرف انا بفكر ازاي. ماشي. طيب. طبعا الاي ابل ستيت جواها اون ابديت ستيت فاضيه، فلازم نخليها مليانه، نخليها شايله جيم اوبجكت اسمه الابل. حلو. ممتاز. كده تمام جدا. حلو. يبقى الابل جرو ستيت بتقدر انها في الابديت بتاعتها تقدر انها تكبر التفاح. طيب. عايزين بقى نقول ايه؟ عايزين نبدل الستيت مع بعضيها، نقول اف لو مثلا السكيل بتاع التفاحة بقى اكبر من واحد، هنبدأ نحول لستيت جديدة. يبقى هنا اهو change state، change state، حول لستيت تانية خالص. ماشي. يبقى ده الكود اللي بيجرو، ولما التفاحة تكبر اكبر من واحد، اكبر من او يساوي واحد، تبدأ تغير الستيت. ممتاز. حلو كده. يبقى هنروح نمسح الكود اللي هناك ده. مسحنا الكود بتاع الجرو. اه. الحالة التانية احنا محتاجين نستنى 5 ثواني. ماشي. خلاص اوكي، هنعمل هنا اهو، هنعمل اهو نقول ابل wait 5 seconds state. ماشي. اظن واضحة اوي وصريحة يعني. هنيجي نفتح كده ونقول لما الابل بتاعتي تويت 5 ثواني ستيت، الستيت دي تمام. هنمسح الكلام ده كله كده، ونيجي هنا اهو وناخد بنinherit من الاي ابل ستيت بدل المونو بيهيفير. ونيجي هنا اهو ونقول هات التو فانكشنز دول. تمام. حلو كده. ممتاز. وهنيجي بقى نقول ايه بقى؟ اون انتر. لما نيجي نخش الستيت دي هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه، مش لازم يعني. تمام. طيب. و اون ابديت ستيت. يعني ايه بقى اون ابديت ستيت؟ لما نيجي اون ابديت ستيت هنعمل ايه؟ هناخد الكود اللي بيستنى 5 ثواني، فهنيجي هنا اهو على الابل. فين الكود بتاع التفاح؟ الابل سكريبت. وهناخد الفاريبل اللي هو ويت تايمر. تمام. وهنحطه هنا كده. والويت تايمر ده هنيجي هنا اهو نقول ويت تايمر يزيد. تمام. نزود الويت تايمر بالدلتا تايم، ولو الويت تايم اكبر من 5 ثواني خلي الويت تايمر بزيرو، وتشينج الستيت. يبقى احنا هنا اهو هنتشينج الستيت. حلو جدا ده. هنتشنج الستيت للستيت اللي بعدها، اللي هي ايه بقى؟ ايه هي الستيت اللي بعدها؟ ان التفاحة تبدأ تقع. تقع يبقى ايه؟ ابل فول ستيت، خلي التفاحة تقع. طيب دي الستيت دي سهلة عبيطة قوي بقى. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا اهو ونخش على الابل ستيت، هناخد التو فانكشنز دول نعمل لهم امبلمنتيشن هناك. اي ابل ستيت، ونقول والله عند الانتر ستيت ما تعملش حاجة، عند الاون ابديت ستيت هتعمل ايه؟ هتبدأ ان انت تقول هات الكومبوننت اللي اسمه جرافيتي وشغله. طيب فين الابل سكريبت؟ ده كده اهو، هناخده كات ونحطه هنا اهو بيست. حلو كده. طبعا هنيجي هنا اهو نقول ابل. يلا اخر مرحلة عندنا اللي هي ايه؟ اللي هي المرحلة بتاعت ابل wait 10 seconds state. ماشي. اللي هي الستيت اللي التفاحة هتستنى فيها 10 ثواني.
طبعا دي بالظبط هتبقى شبه اختها اللي بتستنى 5 ثواني بالملي. بس ايه، بس الفرق ان بدل 5 هتبقى 10. بس كده. وده بدل مونو بيهيفير هيكون اي ابل ستيت. صح كده؟ طيب، في اخر ستيت عندنا اللي هو ستيت اسمها ابل روت اون. ابل روت اون كليك، يعني لما نكليك عليها هتبدأ ترد، تتعفن او تتحول للتفاحة اللي هي متاكلة متعفنة دي. تمام. سهلة فشخ دي. هناخد برضو نفس الكلام اون انتر ستيت بدل ستارت، واون ابديت ستيت بدل ابديت. ويا ريس هنيجي نعمل ايه هنا بقى؟ هنقول والله يا باشا شيل ستارت وابديت، شيل الكومنتات اللي ملهاش لازمة دي، وهننهرت من اي ابل ستيت. ممتاز. وهنيجي هنا ونقول استنى، احنا قلنا فين الكود اللي هنضغط عليه بالماوس؟ فين يا حبيبي؟ ابل سكريبت، ابل سكريبت اهو. عايزين نقول لو ضغطنا كليك شمال. تمام. اوكي. هنيجي هنا ونقول هنعمل ايه؟ الفريش ابل والروت ابل. اوكي، يبقى الفريش ابل والروت ابل دول هناخدهم فين؟ هناخدهم هنا في الستيتس دي. هم دي مشكلة، دي ازاي هناخد الروت ابل والفريش ابل؟ والله لا مش تنفع. الفكرة ان الستيتس دي الفكرة ان الستيتس دي مش، لا هتنفع عادي ماشي. بس محتاجين الستيت دي تاخد في الايه بقى، تاخد في الكونستراكتور بتاعها الفريش ابل والروت ابل. حلو كده. ده كونستراكتور هنخليه بابليك. الكونستراكتور ده هياخد الفريش ابل والروت ابل، ونخلي الفريش ابل بيساوي الفريش ابل والروت ابل بيساوي الروت ابل. بعد كده هنيجي هنا ونخلي الفريش ابل بفولز والروتن ابل بترو. طيب احنا بعد ما جهزنا الستيتس كلها، كل ستيت بتعمل حاجة مستنية لما الحاجة دي تخلص، زي لما التفاحة تكبر يعني توصل السكيل بتاعها بواحد، المفروض تغير الستيت من ستيت لاختها. طيب مين اللي هيكون يعرف الستيتس عن بعضها؟ حاجة اسمها ستيت مانجر. الستيت مانجر وظيفته ان هو يعرف الستيتس ويبدل ما بينهم. طيب يبقى احنا محتاجين نيجي في الابل سكريبت نعمل ايه؟ هنضيف الستيتس، يعني هنعرف جيم اوبجكت، مش جيم اوبجكت سوري، نعرف اوبجكت من كل ستيت. يعني القبل جرو ستيت عرفنا هنا فاريبل او اوبجكت، وعملنا اوبجكت من الويت 5 seconds، وعملنا اوبجكت من الفول ستيت، وهكذا كل حاجه اوبجكت. وهنعمل حاجه اسمها current state. الكرنت ستيت دي عباره عن ابل ستيت او اي ابل ستيت. طيب طبيعي اي اوبجكت محتاجين نعرفه في ستارت، فهنيجي هنا ونقول ايه؟ الجرو ستيت هيساوي نيو ابل جرو ستيت، والويت 5 second ستيت هيساوي نيو ابل ابل ويت 5 second ستيت، وهكذا. يبقى بنعرف اوبجكت. طبعا الكونستراكتور بتاع روت اون كليك هياخد الفريش ابل والروتن ابل اللي احنا باعتينهم كريفرنسز هنا. تمام. كلام جميل جدا. هنعمل ايه بقى؟ طيب هنقول ان احنا في ستارت، يعني الابل سكريبت ده الستيت مانجر بتاعنا ماشي. في ستارت هنقول ايه؟ هنقول ان الكرنت ستيت اول ستيت عندنا هي عباره عن ايه؟ اللي هي هنبدا بيها، اللي هي الجرو ستيت. فهنقول الكرنت ستيت هيساوي الجرو ستيت. طيب وبعد كده نقول كرنت ستيت دوت انتر اون انتر ستيت، يعني ابدا الجرو ستيت عشان يبدا يشغل ماشي، عشان لو في كود مكتوب هنا في اون انتر ستيت يشغله. طيب في الابديت هنقول ايه بقى؟ هنقول الكرنت ستيت دوت اون ابديت ستيت ماشي. طيب اون ابديت ستيت هيعوز الجيم اوبجكت اللي هو this. تمام. انا بفكر ما ابعتش الجيم اوبجكت، او ابعت سوري جيم اوبجكت ماشي، اللي هو الجيم اوبجكت اللي شايل السكريبت ده، اللي هو اللي هي الابل يعني. طيب انا بفكر ان انا ما ابعتش الجيم اوبجكت، بفكر ابعت الابل سكريبت نفسه. فهنروح نعدل على كل ستيت. الابل جرو ستيت انا عايز ابعت الابل سكريبت ماشي. طبعا هيقول لي الانترفيس نفسها بتاخد جيم اوبجكت، هنبعت هنا ابل سكريبت سوري، هنبعت هنا الابل سكريبت ماشي. يبقى الابل جرو ستيت هتاخد الابل سكريبت، والابل فول ستيت هتاخد الابل سكريبت.
والابل ويت 5 seconds هتاخد الابل سكريبت، والروتن هتاخد الابل سكريبت. تمام. هل في كده حاجة ناقصة؟ في فول ستيت تقريبا، فول ستيت راحت فين؟ فول ستيت اهي، خدت الابل سكريبت. كده كله تمام. طيب تعالى بقى هنا، الابل سكريبت دي طبعا هنبعت له this، لان this ده بوينتر للكلاس اللي اسمها ابل سكريبت. تمام. طيب هنيجي هنا ونقول public void function اسمها change state. طب ليه الستيت مانجر او الابل سكريبت هي اللي هتغير الستيت؟ ليه الستيت نفسها ما تغيرش الستيت؟ لان انا عشان اغير الستيتس محتاج ان الكلاس تكون عارفه كل الستيتس، زي مثلا الابل سكريبت عارفه كل الستيتس، فتيجي تبدل بينهم عن طريق ان احنا نخلي الكرنت ستيت اي حاجه. يعني الكرنت ستيت دلوقتي بيساوي الجرو ستيت، انا بقى عايز اخلي الكرنت ستيت بيساوي الفول ستيت مثلا. تمام. فهنقول هنا الكرنت ستيت، طبعا هنغير الستيت لنيو ستيت، فهنقول هنا اي ابل ستيت ونخليها نيو ستيت، ونيجي هنا ونقول ان الكرنت ستيت هيساوي النيو ستيت، ونقول هنا اهو ان الكرنت ستيت دوت اون انتر ستيت، هنشغل الستيت الجديد. ماشي. طيب وبالتالي ده كده تشينج ستيت. يلا بينا نروح على الابل جرو ستيت. تعالى نقفل كل ده ونشغل واحد واحد عشان ما نتلخبطش. اوكي، الابل جرو ستيت هنروح على السكريبت ده. طيب هنعمل ايه؟ هنشنج الستيت ازاي؟ احنا باعتين الابل سكريبت او اللي اسمه ابل. تمام. فهنيجي هنا ونقول ان الابل دوت تشينج ستيت، هنغير الستيت اسمها ايه بقى؟ ابل دوت فول ستيت. هي فول ولا ويت 5 سكند ستيت؟ يبقى احنا محتاجين نخلي دول بابليك، نخلي دول بابليك علشان نشوفهم هناك. يبقى بابليك. تمام. ونيجي هنا ونقول دوت ويت 5 سكند ستيت. طيب يبقى بعد ما تنضج التفاحة او تكبر ايه، هيغير الستيت لويت فور 5 سكند ستيت. ماشي. دي كده بالنسبة لأول ستيت. طيب بعد ما الويت يخلص هيحول للفول على طول، يبقى هنا هنيجي هنا ونقول ابل دوت تشينج ستيت. تشينج ستيت طبعا ده جيم اوبجكت، هنخليه ابل سكريبت. تمام. ابل دوت تشينج ستيت لابل دوت فول ستيت. حلو جدا. بعد كده هنيجي على اللي بعده الابل فول ستيت. هنيجي هنا اهو بدل تشينج ستيت هنقول ابل دوت تشينج ستيت من الفول ستيت لايه اللي بعد الفول ستيت معلش، الويت 10 seconds. يبقى wait 10 seconds ابل دوت wait 10 seconds. اوكي. بعد كده هناخد دي كوبي بالمره عشان ما نقعدش نكتبها كل مره. بعد الفول ستيت هنخش على الويت 10 seconds ونقول تشينج ستيت دي هنخليها تشينج ستيت من الويت 10 seconds للاون كليك او روت اون كليك ستيت. حلو كده. يبقى كده المانجر عارف كل الستيتس، هيتشينج ما بينهم لان هو عارفهم. وكده الستيت بقى يعني يخرب بيت الكوهيجن بقى، الستيت ما تعرفش اي حاجه عن اخواتها، الستيت شايله الكود بتاعها، والمانجر اللي هو الابل سكريبت ده المانجر اللي بينظم ما بينهم وبينقل ما بينهم. والكرنت ستيت المانجر بيعرف الكرنت ستيت دلوقتي، بيشاور، اعتبر الكرنت ستيت ده بيشاور على ابديته معينه او ستارت معينه ويشغلهم. تمام. طيب ولما يجي يتشينج هيشغل الستارت اللي هي اون انتر ستيت اللي هي تشتغل مره واحده بس. حتى في اون اكزيت ستيت برضو ممكن نعملها عادي يعني. تمام. طيب يعني مثلا لو في اون اكزيت ستيت فممكن نيجي هنا ونقول current state دوت اون اكزيت ستيت، يعني احنا بنشغل اون اكزيت ستيت بتاعت القديمه، بعد كده بنحط ستيت جديده، بعد كده بنشغل اون انتر للستيت الجديده. بس طبعا انا مش هعمل اون اكزيت ستيت دي، يعني هسيبها تعملها انت اعملها. طيب اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان الكلام ده هيشتغل زي الفل. طيب هل ده هيشتغل؟ تعالى كده نجرب. اول حاجه التفاحه هتبدأ تكبر 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 تكبر، أول ما توصل واحد هنا لسه بدري قوي، هي نعملها بطيئة شوية. تمام. كده كبرت، هنستنى ثانية اتنين تلاتة أربعة خمسة.
تبدأ تقع. لو ضغطت عليها بالماوس مفيش حاجة هتحصل، لأن هو دلوقتي في الستيت اللي هي اسمها ايه، اللي اسمها wait for 10 seconds. ماشي كده، الويت فور 10 seconds خلصت وبدأت تتحول لكده. فلو حطينا الستيت نيم بتاعتنا، الكرنت ستيت نيم از يو اي، فهتظهر دي جرو. تمام. بعد كده wait 5 seconds after grow، 1 2 3 4 5. بعد كده fall، بعد كده wait 10 seconds after fall. ولو ضغطنا كده مش هيحصل اي حاجة. اما لو استنينا الستيت تتغير لانها تكون بليز كليك مي، فضغطنا عليها كده فهتتحول لروتن ابل. بس كده، ده كده الستيت ماشين ديزاين باترن. تمام. الفاينات ستيت ماشين، الكود بقى كلين فشخ. زي ما انت شايف الكود بقى جميل اهو. وكل ستيت بقى تغيرها براحتك، عايز تلعب في الجرو العب فيها زي ما انت عايز، عايز تلعب في الويت. طبعا دي في ميزه الكود ده، ان انت مش محتاج تكرر كود، لان الويت 5 seconds هو الويت 10 seconds، فانت تقدر تعملهم كلاس واحده وتظبط الدنيا وتغير بس في الكونستراكتور. يعني انت ممكن تخلي في ستيت اسمها ويت ستيت بس كده. الستيت دي بتاخد في الكونستراكتور بتاعها الوقت اللي هتستناه والسترنج مثلا بتاع الستيت، وخلاص على كده، وهي هتويت. فحاجه جامده موت يعني. تمام. وهتعمل كل الستيتس اللي انت عايزها وتريح دماغك، ويبقى كل كلاس بتاعت ستيت شايله الحاجه اللي تخصها وخلصنا. تمام. ده كده بالنسبه للايه، الستيت ديزاين باترن او الفاينايت ستيت ماشين.